في النهاية ديال القرن التاسع عشر كان المغرب الساحة ديال واحد الصراع خفي ما بين القوى الاستعمارية. فرنسا بغات تفهم هاد المغرب الغامض، لهذا ما غاديش تصيفط جواسيس بالطريقة التقليدية، ولكن غترسل واحد الراجل عاش بين المغاربة، تزوج منهم، لبس اللباس ديالهم وغادي يتحدث اللهجة واللغة ديالهم. في نفس الوقت كان كيكتب اي شيء شافو ودارو. هذا هو ادوار ميش شودلير توس، المستكشف السوسيولوجي والوجه الاخر للاستعمار. غيتولد ميش شودلير في فرنسا عام 1857، لكن الحياة الحقيقية ديالو بدات فاش غادي يستقر في المغرب سنة 1884. ما كانش موظف عادي، ولكن كان باحث اجتماعي ميداني بامتياز. عاش في القصر الكبير وفي طنجة. تزوج مغربية اسمها الحاتمية، لبس الجلابة والعمامة وحتى حفظ القرآن. الناس كانوا كيسموه الحاج عبد السلام، لكنه في الواقع كان كيجمع المعلومات على كل شيء، على العائلات والقبائل والعادات، الزوايا والأوقاف. عام 1907 غادي تعين ميش شودلير رئيس للبعثة العلمية الفرنسية في طنجة. كانت هذه البعثة غطاء لجمع المعلومات الاستخباراتية. بلير كتب تقارير مفصلة عن التركيبة الاجتماعية للمغاربة وعلى ديك الثنائية ديال العرب والبربر، وهي الفكرة اللي استغلها الاستعمار لاحقا في الظاهرة البربري عام 1930. كان كيعيش بين الناس، لكنه كان كيكتب تقارير للإقامة العامة الفرنسية. غيهتم بلير بشكل خاص بالزوايا، غيشوف فيها قوة موازية للسلطة في المخزن. قال خلف كل زاوية كيختفي طامع في السلطة. الزاوية كانت كتلعب واحد الدور ديني وسياسي واقتصادي بل حتى عسكري. غادي يستغل مخزن النفوذ ديال الزوايا واستغل الاستعمار معرفة بلير بهذا الاختراق المجتمع المغربي من الداخل. غيكتب بلير على كل شيء، على المدن المغربية، القبائل والعائلات، حتى على النظام ديال الضرائب. غادي يترجم كتب الفقه والتجويد. لكن السؤال الأكبر كان واش هو كان دقيق ولا جاسوس؟ واش كانت المعرفة ديالو عميقة أم أنها كانت أداة للهيمنة؟ غادي يرسم خريطة للمجتمع المغربي قبل ما ترسم فرنسا خريطة للاستعمار ديالو. غيتوفى ميش شودلير سنة 1930 بعد ما عاش نصف قرن في المغرب. غيخلي وراه أرشيف كبير وضخم والتقارير بشكل الدليل ديال الاستعمار الفرنسي لفهم المغرب، ولكنه أيضا غيخلي سؤال تاريخي كبير: واش المعرفة ممكن تكون بريئة؟ واش المعرفة ما تكونش تكون موراها مصالح؟ القصة ديال ميش شودلير كتذكرنا بأن بعض الكتب ممكن تكتب بقلم من ذهب، لكن بالمداد من دم.